خميس الخنافيس إنجاز التعبير النهاردة. لأول مرة يمكن في التاريخ بنشوف الاتحاد الأوروبي أو تحديدا المفوضية الأوروبية وكل الكيانات الطبية المنبثق عنها بتعلن النهاردة بدء تطبيق نظام غذائي جديد بيسمح بأكل الخنافس أو الخنافيس زي ما بنقول، الصراصير، الديدان، الجراد، في تحول في الحقيقة دراماتيكي للنظام الغذائي في أوروبا. يمكن احنا هنا في الدول العربية والعالم الإسلامي يمكن طبعا في حالة من الاشمئزاز إنجاز التعبير، لكن في الحقيقة احنا محتاجين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، محتاجين فتوى من علماء الأزهر والأوقاف يفتونا في هذا الأمر، خاصة أن أوروبا خلاص بتعتمد ذلك، والنهاردة بدأت تنتج وتطرح هذه المنتجات في الأسواق. يمكن هنشر في نفس الفيديو صور لأكلات الصراصير والديدان والخنافس والجراد، يعني حاجة كارثة في الحقيقة. عايزين نعرف ان ده حلال ولا حرام، هل هذا يجوز؟ يعني خاصة ان مفيش مجاعة في العالم، لا يعاني من مجاعة، ما وصلناش مرحلة المجاعة اللي بتسمح بذلك. الغريب في الامر كمان ان هم يسمحوا بطحن هذه الحشرات في شكل مسحوق يضاف للأغذية والعيش وكل المنتجات الغذائية. في الحقيقة صدمة كبيرة جدا. خلونا النهاردة نقول يمكن بدأ الناس تورينا المنتجات اللي فيها الصراصير والخنافس، كارثة في الحقيقة. منتظرين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر.